بص، الكاميرا في افتر افكت ممكن تبان حاجه معقده، بس هي في الحقيقه سهله جدا لما تفهمها خطوه بخطوه. هي اللي بتخليك تتحكم في المشهد والعمق كانك جوه الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عنها من البدايه للنهايه، يعني فيديو بسيط كده نشرح فيه كل حاجه واحده واحده بدون تعقيد. ويلا نبدا سوا. اول حاجه هنتكلم عليها وهي انواع الكاميرا. لو جينا هنا وعملنا كاميرا، الاختصار بتاعها كنترول شيفت الت سي. هنيجي هنا نلاقي 1 نوت كاميرا و 2 نوت كاميرا. نيجي هنا بس نعمل 1 نوت، وهنا نعمل 2 نود. الموضوع باختصار هو ان الكاميرا ال1 نود اللي هي دي بتلف حوالين نفسها، اما ال2 نود كاميرا بتلف حوالين نقطة ارتكاز، يعني بتكون مركزة على حاجة، عندها نقطتين ارتكاز، نقطة الكاميرا والنقطة اللي هي بص عليها. خلينا نعمل 2 فيو ونخلي دي كاستم فيو 1. هنيجي هنا هنحرك بدي، ولو واختصارها في الكيبورد بالسي بدل ما تروح هناك وتوصل لها، هتيجي تلف هتلاقي الكاميرا بتلف حوالين نقطة واحدة اللي هي دي. هتلاقي عندها نقطتين، النقطة بتاعت الكاميرا والنقطة اللي ايه البوينت اوف انترست او الهدف بتاعها. يعني لو جيت لفيت كده هتلاقي الكاميرا، انا بس نعمل دي 3 دي، هتلاقي الكاميرا بص على دي ومركزة عليها، مركزة على الهدف اللي هو الصورة. فلو جيت فتحت الاعدادات من هنا ترانسفورم، هتلاقي الاعدادات دي موجودة عادي جدا، والزيادة عليها في التو نود هي البوينت اوف انترست. طيب ايه افضل نوع كاميرا من الاتنين، الوان نود ولا التو نود استخدمه؟ استخدم الكاميرا اللي تخدم المشهد بتاعك. زي مثلا مقدمة الفيديو اللي فات انا كلها استخدمتها بالوان نود كاميرا، وهي اغلب الوقت اللي انا بستخدمها يعني. ندخل في تاني حاجة وهي الكاميرا بريسيتس، واللي هي دي، والبريسيتس دي بتحاكي الكاميرا الحقيقية. يعني عندك مثلا ال 15 ملم، دي زاوية واسعة جدا ومثالية للمشاهد الواسعة واللقطات الديناميكية. وده الفرق ما بين ال 15 مثلا وال 50 ملم. عندك ال 15 دي بتكون زاويتها واسعة جدا، يعني مثلا عاملة زي كده. وعندك مثلا البريست اللي هو مثلا 50، بتكون زاويته عاملة كده اهو. يعني انت على حسب العدسة اللي انت عايز تختارها، على حسب نوع المشهد اللي انت برضو عايز تختاره. وطبعا هنا عندك الفيوز بتاعة الكاميرا، عندك ال1 فيو، 2 فيو، 4 فيو. وهنا تقدر تتحكم زي ما انت عايز من قدام وهكذا. وعندك هنا برضو كاستم فيو واحد. في بعد كده بقى الأدوات التحكم في الكاميرا، وعشان توصل لها من الكيبورد تتك حرف السي. عندك هنا أول أداة للدوران، دوران الكاميرا. تمام. تك حرف السي كمان يظهر لك دي، تتحرك في الإكس والواي. عن طريق الثلاث أدوات دول تقدر تعمل ثلاث إفكتات مختلفة، زي مثلا الدولي زوم والتلت والبان، وهعرض لكم دلوقتي أمثلة على الكلام ده في الحقيقة، واللي طبعا بتحكيها كاميرا الأفتر إفكت جوه البرنامج. وعشان تتحرك بشكل مستقيم ممكن تضغط على زرار الشيفت، لو مشيت كده ما يبقاش فيه فريم يمين وشمال. وبرضه نفس الكلام شيفت فوق وتحت يخليك مهم. تك حرف السي كمان تعمل زوم. طبعا ما ننساش ان انت لما تيجي تعمل اي كي فريم تقدر تتحكم في المسار بتاعه. المسار ده تقدر تتحكم فيه، زي ان انت مثلا تجيب البين تول، تيجي هنا تضغط عليها هيظهر الطريق او الخط اللي ماشي عليه الكاميرا. تقدر تتحكم فيه عن طريق البين تول عادي جدا، وتغيره مثلا تك هنا كده، تخليها كده، تجيب دي مثلا تخليها كده اهو، اي حاجة بقى. وتقدر طبعا تتحكم في الجراف بتاعها زي ما انت عايز، بحيث مثلا ممكن تبقى عادية، ممكن تبدأ سريعة وبعد كده تنتهي بطيئة، وهكذا. إن شاء الله في حلقة تانية هنشرح برضو الجراف بشكل مفصل زي ما شرحنا الكاميرا كده. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، وهي إن أنت تقدر تضيف اكسبريشنز للحركة بتاعة الكاميرا، مثلا زي المسار اللي احنا عملناه ده وظبطنا الجراف بتاعه كده. ممكن نيجي هنا ونكتب ويجل مثلا 2.3، تظهر معانا بالشكل ده كده. وهنيجي هنا ونعمل اد نل. ولو مش عندك السكريبت كل اللي هتعمله هتعمل نيو نال اوبجكت، وهتربط دي بدي وهتعملها 3D. بس طبعا البلجن بيوفر عليك
وهتيجي هنا وهتفتح وتعمل كي فريم مثلا عند الواي، وتيجي هنا وتخليها -35. هتتحرك معاك بالشكل ده كده. طبعا مع تعديل الجراف ناخد الجراف ده نظبطه كده. طبعا ده هبل اي كلام، انت بتوظف الفريمات بالشكل الصح، الشكل اللي يخدم المشهد بتاعك. انا بشرح فكرة. نيجي بعد كده بقى لواحدة من اختيارات الكاميرا، وهي الديبس اوف فيلد، واللي هي البلور. بالظبط زي ما بتيجي بتصور بالكاميرا العادية، ففي يعني الكاميرا بتركز على العنصر اللي قدامها وبتعمل على أي حاجة حواليها بلور. هو ده الديبس اوف فيلد. يعني مثلا هنا بس هي بيكون اوف، انت بس اعملها اون، وهتيجي على دي وتقدر تتحكم في الفوكس ديستانس بالشكل ده كده. يعني لو جبنا الكاميرا بالتو فيو وهو ده الفوكس، او نيجي نزودها كده فالفوكس بيقرب. يعني باختصار الديبس اوف فيلد بتحدد ايه هي الحاجة اللي انت تركز عليها او الكاميرا تركز عليها، وتعمل بلور على الحاجة التانية. ومن هنا تقدر تتحكم في مسافة البلور اللي هي مسافة الديبس اوف فيلد. نروح نصلي العشاء ونرجع نكمل. طبعا ده مشهد بطريقة اسمها البارالكس، بيشرح يعني الزوم والبلور، وازاي تتحكم في اللايرز والطبقات، وازاي تقسم الطبقات بتاعتك لطبقات زي دي كده. ولو عايزين يعني شرح للنظام البارالكس دون برضو اكتبولي في التعليقات وانا هعمله. وده كده كان شرح الكاميرا في افتر افكت من الالف للياء. اتمنى طبعا اكون شرحت كل حاجة، واتمنى تكون الصورة وضحت وانك بقيت فاهم ازاي تتحكم في المشهد. ولو عندك اي سؤال او فكرة عاوز تشوفها في الفيديو اللي جاي اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان توصلك الحلقات الجاية.